طب يا جماعة نركز مع بعض شوية عشان كل مرة بتكلم فيها عن الموضوع ده بيحصل مشاكل كتير. النقطة الخضراء دي ميزة مهمة لحماية خصوصيتك مش عيب. النقطة الخضراء دي بتظهر في أي وقت بيتم تشغيل فيه الكاميرا أو بيتم تشغيل فيه مسجل الصوت على الموبايل بتاعك. فلو انت اللي مشغل الكاميرا او انت اللي بتسجل الصوت، يعني انت مثلا بتسجل رسالة صوتية على الواتساب، لو انت اللي تعمل كده مفيش اي مشكله خالص، طبيعي ان النقطه الخضراء دي هتظهر وعادي خالص مفيش اي مشكله وما تفكرش فيها وما تبصش ليها اصلا. لكن المشكله بتظهر امتى؟ المشكله بتظهر لو انت اللي مش فاتح الكاميرا او انت مش بتسجل الصوت، يعني انت سايب الموبايل في حاله، لقيت فجاه كده تطبيق شغال في الخلفيه من نفسه كده قرر ان هو يسجل صوت او قرر ان هو يشغل الكاميرا او يسجل فيديو. طبيعي جدا ان النقطه الخضراء هتظهر في الوقت ده عشان تقول لك خلي بالك في حاجه دلوقتي شغاله بتسجل لك صوت او بتسجل لك فيديو. فانت المفروض في الحاله دي ما تدورش ازاي الغي النقطه الخضراء، المفروض تدور ايه هو التطبيق او ايه هي الحاجه اللي قررت ان هي تسجل لي صوت او فيديو، وتبتدي يا اما تمسحها يا اما تمنع ان هي توصل للكاميرا او للمايك بتاع الموبايل بتاعك. يبقى الملخص نقطه خضراء وانت اللي مشغل الكاميرا وانت اللي بتسجل الصوت مفيش اي مشكله خالص. لكن نقطة خضراء بس مش انت اللي مشغل الكاميرا ومش انت اللي بتسجل الصوت، هنا لازم تاخد بالك كويس قوي.